وحتى أنا مستغربة كيف تجرأت وطبخت الأكل بالبيت، بس من كتر ولادي ما بيشوفوا فيديوهات على اليوتيوب وتحديات للبحرية أصروا يجربوا هالتشكيلة هاي. بالبداية استخدمت هذا الاستاكوز أو الكابوريا، وجبت هذا المحار تنظيفه كتير سهل، بس بتسحبوا هذا الخيط وبسكينة بتتخلصوا من كل الصدف اللي بيكون على القوقعة من برا. الأخطبوط طبعا لأنه بياخد وقت استواء أكتر من الأنواع التانية اللي رح نطبخها معه سوا. طنجرة على النار حطيتها بمي عادية فاترة ونزلت الأخطبوط وتركتهم شوي لحتى يغلوا. طبعا الفكرة اللطيفة إنه تنزلوا أول شي الأخطبوط شوي بالمي، بعدين تطالعوه لتحصلوا على هي الكرنشة تبع الإجرين الحلو. لنحافظ على شكل الاستاكوز حطيت فيه عود خشبي حتى ما يكشوا ينتزعوا. لصوص الكيجن أنا عملت كمية كبيرة شوي، فاحتجت 200 غرام زبدة والكثير من الثوم المهروس والبصل المبروش. البهارات أغلبها بتعتمد على البابريكا، تشيلي باودر أو أي نوع عندكم إياه، كزبرة يابسة، شوية كمون، واستخدمت أنا شوية بهارات عندي إياها مشكلة بحب طعمتها لبهارات السمك، وكمان عصير ليمون وملح. هذا الصوص كتير طيب للبحريات، حتى لو استخدمتوا فقط نوع واحد من البحريات استخدموا هذا الكيجن النظامي بيطلع كتير طيب. طبعا بعد ما انسلق معنا الأخطبوط تحول لونه لبنفسجي كتير حلو. بعدين وزعتهم بأكياس حرارية. بعد ما نوزع البحريات بالأكياس الحرارية بنحط الصوص اللي حضرناه وبنقلبهم شوي، بندخلهم على الفرن ما يقارب 20 دقيقة أو أقل كمان. ممكن نضيفوا بطاطا، ذرة، أي شغلات بتحبوها. أقل من 20 دقيقة مثل ما حكيت، ما بده وقت للاستواء، بجلد إذا طول وبتطلع الأكلة كتير طيبة. وانصحكم تجربوها لجماعة اللي بيحبوا هيك. ما تنسوا اللايك والسيف والشير والكومنت شو من كان. سلام.